الثورة بتاعت الذكاء الاصطناعي ال AI بقت حقيقة واقعة، وهي فعليا غيرت الطريقة اللي الشركات بتفهم بيها وتستجيب لسلوك العملاء. في الكورس ده هنستكشف ازاي نقدر نستخدم قدرات الكلاود، وهي أداة ذكاء اصطناعي قوية، وده علشان نبني داشبورد أو لوحة بيانات كاملة لفهم سلوك العملاء، وكل ده زي ما قلت لك من غير ما نكتب سطر كود واحد. هنغطي كل حاجة من تحليل بيانات المعاملات لترانزاكشن داتا لحد إنشاء فيجواليزيشن مفيدة اللي هي التصورات البيانية. وكلاود هو اللي هيقوم بالشغل التقيل. فإيه رأيك نبدأ نستخدم قوة ال AI لتحويل البيانات الخام لمعلومات قابلة للتنفيذ؟ أنا محمد علي، ويلا بينا نبدأ رحلة عملية وممتعة ومفيدة في عالم جديد تماما علينا. في الكورس ده هتتعلم ازاي تبني كاستمر انسايتس داشبورد، يعني لوحة تحليل سلوك العملاء، وده باستخدام ال AI. في ادوات AI كتيرة ومستمرة في الزيادة ممكن تساعدنا نعمل ده، لكن في الكورس ده هنركز على كلاود. انا اخترت كلاود علشان قوته في انتاج مخرجات منظمة ومفيدة، بنسميها artifacts، وهي نتائج مرتبة وواضحة، وده جزء اساسي من اللي هنعمله. ورغم اننا هنستخدم كلاود كأداة اساسية، إلا إن الأفكار اللي هنتكلم عنها هنا ممكن نطبقها على منصات تانية AI. وقبل ما نبدأ خلينا نراجع شوية نقاط مهمة لما نيجي نستخدم كلاود. أولاً، التعامل مع البيانات. الكلاود بيقدر يعالج كميات كبيرة من المعلومات، لكنه مش قوي جدا في موضوع حماية الخصوصية اللي هو الداتا برايفسي. فلازم تاخد بالك لما تتعامل مع بيانات سرية أو حساسة. في الكورس ده كل البيانات اللي هنستخدمها هي وهمية، فهنا مفيش مشكلة. ثانيا، الأخطاء. زي أي نموذج AI، الكلاود ممكن يطلع نتائج غلط أو ناقصة أو مش مظبوطة 100%. علشان كده لازم دايما تعتبر الكلاود نقطة بداية لبناء الداشبورد، مش المنتج النهائي. فلازم يكون في مراجعة بشرية، يعني human oversight، وده مش اختياري، ده ضروري علشان نضمن الدقة وكمان الاعتماد. أخيرا، حدود المعالجة البروسيسنج ليميتس. حتى النسخة المجانية من كلاود فيها قدرات مدهشة، لكن برضه فيها حدود، فيها ليميتس، وده كمان بيشمل النسخة المدفوعة. وخليني أقول لك ملاحظة سريعة عن الكورس نفسه. لو حابب تطبق خطوة بخطوة هتحتاج حساب كلاود مدفوع. أنا هشتغل على كلاود برو. لو مش عندك حساب مفيش مشكلة، تقدر تتفرج وتتعلم برضه. حاجة مهمة تانية لازم تعرفها، حتى لو انت استخدمت نفس الأوامر ونفس الملفات اللي بشتغل بيها، فالنتائج عندك ممكن تطلع مختلفة شوية، وده طبيعي مع أدوات ال AI. فخليك مرن وما تقلقش من ده. وفي بعض الفيديوهات هنستخدم ملفات تدريب محضرة مسبقا، وده علشان تستفيد بأقصى شكل من الكورس. فبنصحك تحمل الملف المضغوط الخاص بالتمارين وتفك الضغط بتاعه على الديسك توب قبل ما تبدأ. تمام كده، يلا نبدأ. تخيل إنك بتدير كافيه اسمه ستار جيزر كافيه، وطلب منك تساعدهم في استخراج رؤية أو انسايتس عن سلوك العملاء وتفضيلاتهم. ففهم العوامل اللي بتأثر في قرارات الشراء هي مهارة تجارية مهمة جدا، لأنه بيساعدنا نعرف المنتجات المطلوبة، عدد الموظفين المناسب، وتأثير الأحداث على سلوك العملاء، وحاجات تانية كتير. ومن خلال خبرتي، المشاريع الصغيرة غالبا بيكون عندها بيانات معاملات، يعني transactional data غنية، لكن ما عندهمش خبرة كفاية يطلعوا منها رؤية مفيدة. علشان كده في الكورس ده هندخل في تفاصيل أكتر في عالم ال AI التوليدي Generative AI، ونبني Customer Insights Dashboard، لوحة لتحليل سلوك العملاء لمحل قهوة وهمي اسمه Stargazer Cafe. وهنعمل ده باستخدام ملف بيانات خام Raw Data Extract بس. بفضل قوة ال AI دلوقتي نقدر ننشأ داشبورد تفاعلية بالكامل من غير ما نكتب كود واحد أو نتعامل مع واجهات مملة ومعقدة. تعال نبدأ بجولة سريعة على كلاود. هنبدأ الأول نفتح متصفح جديد ونسجل الدخول على موقع كلاود AI باستخدام الحساب. وجوه كلاود عندك تو اوبشنز، الشاتس وبروجكتس. المحادثات أو الشاتس مناسبة للأسئلة البسيطة، زي اديني أفكار لوجبات صحية. لكن لما نيجي نبني حاجة كبيرة، الأفضل استخدام بروجكتس المشاريع، لأن المشاريع بتدي لك ميزة إضافية، يعني تقدر ترفع فيها ملفات مرجعية وتحدد تعليمات مخصصة، وده بيساعد كلاود يقدم ردود مركزة وجودتها أعلى. فهنبدأ بإنشاء مشروع جديد ونسميه Stargazer Cafe Insights Dashboard، والوصف هنا اختياري، فهنضغط على Create Project على طول. بعد كده هنرفع ملف ال CSV من ملف التمارين اللي اسمه Shop Transactions،
ونضيفه لمكتبة المعرفة الخاصة بالمشروع لبروجكت نوليدج. هندوس على علامة بلس، هنختار أبلود فروم ديفايس، الملف عندي على الديسكتوب، هحدده واضغط على اوبن، وبعد لحظات الملف هيترفع ويتخزن جوه المشروع. وبالمناسبة البيانات ديت وهمية بالكامل ومش هنستخدمها حاليا، بس حبيت أقول لك إنها موجودة. أنا شغال على أحدث إصدار من كلاود واسمه كلاود سونيت 4، ولسه نازل من كام شهر. لو بتتابع معايا خطوة بخطوة حاول تستخدم نفس النسخة اللي أنا شغال بيها أو أي إصدار أحدث لو متاح. طيب تعال نجرب الكلاود بسرعة. هسأله سؤال بسيط في الشات: Can you tell me what a customer insights dashboard is and show me what one might look like? Or don't use any data or just a very simple mockup. كلاود ممكن يتحمس شوية، علشان كده كنت محدد جدا في سؤالي من غير بيانات وعايز نموذج بسيط موك اب. بعد ما اضغط كلاود انتر هيبدأ يبني حاجة اسمها ارتيفاكت، وهي نتيجة منظمة وتفاعلية، والعملية ديت ممكن تاخد شوية وقت، فممكن توقف الفيديو لحد ما يخلص. ممكن كمان تضغط على علامة اكس اللي فوق على اليمين، يعني لو مش حابب تشوف ايه اللي بيحصل في الخلفية الباك جراوند. ساعات النافذة ديت بترجع تاني لأن كلاود عايز يبين شغله، فلو حصل كده معاك يا تشوف اللي بيحصل يا تضغط اكس تاني. خلينا نستنى شوية لحد ما كلاود يخلص شغله. لما يخلص هتلاحظ ان كلاود قال لنا ان دلوقتي عندنا انتراكتيف ارتيفاكت، يعني نموذج تفاعلي. علشان نشوفه نقدر نضغط على السهم اللي مكتوب عليه Open Artifacts او نضغط على اللينك اللي ظهر، وده هيفتح النموذج. النموذج ده مجرد مثال، يعني موك اب، كل البيانات اللي فيه وهمية، لكن بيورينا شكل الداشبورد ممكن يكون عامل ازاي، وبيفتح دماغنا على افكار تانية ممكن نطورها بعدين. وانا صراحة انبهرت ببعض النصوص اللي كتبها كلاود، يعني فيها ملخص حلو لمواصفات الداشبورد وبتحفز التفكير في اللي ممكن نعمله بعد كده. ولسه في حاجات كتيرة جاية. حبيت بس ان انا اوريك قدرات كلاود، وده علشان تتحمس للي جاي. لما تيجي تبني كاستمر انسايت داشبورد او لوحة تحليل سلوك العملاء، مهم جدا انك تفكر في حجم وتفاصيل البيانات اللي هتشتغل عليها. فشوف قاعدة بيانات معاملات ترانزاكشن داتابيز تكون منظمة كويس، ممكن تكشف لك جوانب في البيزنس عمرك ما كنت هتفكر فيها. ملف السي اس في اللي رفعناه من شوية فيه حوالي 14,000 صف أو ترانزاكشنز و27 عمود من الداتا، فصدق أو لا تصدق ده معناه تقريبا 378,000 نقطة بيانات داتا بوينت. تعالوا نبص عليها بسرعة. هفتح ملف السي اس في من ملف التمارين، هيتفتح على اكسل، وزي ما شايفين في 27 عمود، ودي كمية بيانات ضخمة جدا. فإنك تراجع البيانات ديت يدوي خاصة لو مش متعود عليها فده ممكن ياخد أسابيع أو أكتر. فقبل ما نبدأ نبني الداشبورد خلينا نقف لحظة ونفهم طبيعة البيانات الأول، وعلشان نساعد نفسنا في ده خلينا نطلب مساعدة كلاود. في نفس شاشة المحادثة الشات اللي شغالين فيها هنكتب الأمر ده. والسبب إنك كتبت الرسالة ديت بالشكل ده هو إن كلاود بيتحمس جدا لما تطلب منه تحليل، يعني بيبدأ يعمل فيجواليزيشن أو تصورات وارتيفاكتس، مخرجات تفاعلية، وده من نفسه. فلازم نحط له حدود واضحة علشان يلتزم بالأمر بتاعنا. وبعد ما يضغط على كلاود انتر هيبدأ يعمل تحليل بسيط لملف السي اس في، وده علشان يقدر يستخرج انسايتس او رؤيه. نقدر نقلل النافذه دلوقتي لو حبينا، وفعلا الكلاود عمل كده بنفسه. خلونا ننتظر لحظات لحد ما يخلص التحليل. شوف كده الكلاود فعلا مطلع لنا ملخص نص ممتاز، واستخرج منه رؤيه مهمه من اجمالي 14,517 صف من البيانات. اللي عاجبني فعلا هو ان السمري مختصر وواضح، فكلاود سمع تعليماتنا كويس وما عملش اي فيجواليزيشنز، بس قدم تحليل سريع وقيم ممكن يساعدنا في تشكيل الداشبورد، خصوصا في تحديد الكي ماتريكس او المؤشرات الاساسيه اللي تستحق المتابعه. تخيل بقى لو كنا حاولنا نطلع الرؤيه ديت يدوي، فكانت هتكون عمليه بطيئه ومرهقه جدا. ودلوقتي خلينا ننتقل للمرحله الجايه. لما تيجي تشتغل بادوات ذكاء اصطناعي زي كلاود، جوده النتائج اللي هتاخدها غالبا بتعتمد بشكل مباشر على جوده الاسئله او التعليمات او الاوامر اللي انت بتكتبها، وده اللي بنسميه البرومتس. ومن خلال تجربتي، لما تطلب من الذكاء الاصطناعي يعمل تكرارات كتير ممكن يفقد تركيزه أو يبدأ يطلع نتائج مش متناسقة. وبصراحة لو طلبنا من كلاود يبني داشبورد من غير ما نديه توجيهات واضحة، هو هيعمل حاجة فعلا، بس هتكون مبنية على افتراضات هو اللي بيخمنها عن الحاجات اللي ممكن تهمنا. فأنت متخيل؟ علشان كده قبل ما نبدأ نبني الداشبورد خلينا نقف شوية ونستكشف البيانات اللي عندنا ونقرر بوضوح احنا عايزين نحلل ايه بالظبط.
نكمل دلوقتي في نفس نافذة المحادثة الشات ويندو المفتوحة، وهطلب من كلاود الآتي: Can you create an interactive data explorer using the CSV or provided in the project knowledge? I'd like to be able to filter, sort, and search through my transaction data with custom parameters. هنضغط على Enter أو Execute Chat ونشوف النتيجة. اللي بيعجبني هنا إن كلاود بيأكد طلبنا وبيسأل بشكل مباشر. لو هو فهم اللي إحنا عايزينه صح، فدلوقتي كلاود بيحلل ملف ال CSV علشان يبني Interactive Data Explorer، وده نوع من الارتيفاكت، يعني النتيجة التفاعلية. ولو انت زيي ومش مهتم تشوف كل الكود اللي بيتكتب، ممكن تضغط على علامة الاكس اللي فوق على اليمين وترجع بعد شوية لما كلاود يخلص. الخطوة ديت ممكن تاخد وقت شوية، فبنصحك توقف الفيديو لحد ما يجهز. تمام، كلاود خلص اعداد الداتا اكسبلورر. المرة ديت بدل ما نضغط على اللينك، هضغط على اوبن ارتيفاكتس بان اللي فوق هنا على اليمين. ولو كلاود وقف عند شاشة مكتوب فيها لودين ترانزاكشن داتا، ساعتها نقدر نضغط على ريفريش او تحديث من فوق علشان يعيد تحميل النتيجة. تعال نجرب الخطوة ديت دلوقتي. تمام، دلوقتي كلاود جهز الارتيفاكت المطلوب. اللي عمله هو انه انشأ داتا اكسبلورر، يعني مستعرض بيانات تفاعلي تقدر تبحث فيه وتفلتر وترتب البيانات حسب اختيارك. وكمان في تعليمات على الجانب الشمال من الشاشة. واستكشاف البيانات في الشكل ده ممكن يكون صعب شوية، فبنصحك تكبر الشاشة Maximize the Viewing بان علشان تكون أوضح. في معلومات كتيرة هنا، فهقف شوية أراجع البيانات وأدون شوية عناصر أو حقول فيلدز أنا حابب أستخدمها في الداشبورد، وبنصحك تعمل نفس الحاجة لأن الخطوة ديت هتساعدك في المراحل الجاية. تمام، بعد ما قضيت شوية وقت في استكشاف البيانات باستخدام أداة الداتا اكسبلورر الممتازة اللي كلاود أنشأها، قدرت أحدد بعض الجوانب اللي حابب أدخل في تفاصيل التحليل فيها. فلو بتتابع معايا خطوة بخطوة، ارجع دلوقتي على الشات الأخير في كلاود اللي أنت شغال عليه، ويفضل زي ما قلت لك تكبر نافذة المحادثة شوية. ودلوقتي هنكتب الأمر ده. طبعًا الجوانب اللي أنت مهتم بيها ممكن تختلف شوية عن اللي أنا اخترتها، بس أنا كتبت كده علشان أوجه كلاود بشكل أوضح عند إنشاء الداشبورد. يلا نبدأ ننفذ الطلب ونشوف هيعمل إيه. وخلي بالك الخطوة ديّة ممكن تاخد وقت شوية، فخليك صبور. وكالعادة لو مش مهتم تشوف كل التفاصيل اللي بتحصل في الخلفية، دوس على إكس اللي فوق يمين الشاشة، واستنى شوية لحد ما كلاود يخلص. بانصحك توقف الفيديو مؤقتًا لحد ما كلاود ينفذ الخطوة دي. تمام، الكلاود خلص بناء الartifact. يلا نبص عليها. هوسع الشاشة شوية علشان نشوف التفاصيل أوضح. تقدر تشوف هنا إننا عندنا أكتر من dimensions أو أبعاد للتحليل وvisuals، تصورات نقدر نشوف البيانات من خلالها. هرجع فوق الشاشة وأجرب بعض الفلاتر الموجودة. تقدر تصفي البيانات حسب آخر 30 يوم أو 90 أو آخر 6 شهور. كل ده شكله ممتاز، وزي ما طلبت أنا كنت عايز تحليل في 3 جوانب مختلفة، اللي هو الproduct analysis تحليل حسب المنتج، والweather impact تأثير الطقس، والlocation comparison مقارنة ما بين الفروع. طيب خليني أضغط على weather impact ونشوف هيحصل إيه. فعلا التصورات اتغيرت وبدأت تعرض توزيع الإيرادات حسب حالة الطقس. مثلا لما الجو بيكون سنوي أو تلجي، الإيرادات بتكون أعلى لما يكون الجو ريني ممطر. خلينا دلوقتي أشوف مقارنة المواقع اللوكيشن كومباريزن. في قاعدة البيانات عندنا موقعين، اللي هو الأب تاون والداون تاون. فتقدر تلاحظ إن مفيش فرق كبير ما بين الموقعين من حيث الأداء. كمان كلاود أظهر لنا لوكيشن بيرفورمانس ماتريكس، يعني هي مؤشرات أداء الفروع، ودي بيانات ممتازة جدًا. ولو أنت شغال معايا بنفس الخطوات، الداشبورد عندك هيكون شكله شبه كده، لكن أكيد مش مطابق 100%. أنا جربت المشروع ده كذا مرة، وكل مرة النتيجة بتطلع بشكل مختلف شوية، وده طبيعي مع أدوات الAI. دلوقتي هاراجع الداشبورد اللي طلع لي وأسجل ملاحظاتي لو في حاجة محتاجة تعديل أو تحسين، وباشجعك برضه إنك تعمل كده برضه، الخطوة ديّة هتفيدك جدًا. بعد شوية هنرجع لكلاود ونطلب منه يساعدنا في تحسين وتعديل النتايج. دلوقتي هنبدأ ندخل على الماتريكس والKPIs والiteration التكرار. بعد ما استكشفت الكاستمر انسايتس داشبورد الخاصة بالستار جيزرز كافيه، لاحظت إن في فرص إننا نعمل حاجات أكتر، وده اللي بنسميه الإتريشن أو التكرار أو التحسين المستمر. وده بالظبط اللي أنا عايز أركز عليه في الجزء ده، لأن عندي عناصر معينة حابب إن أنا استكشفها أكتر. فهكبر نافذة المحادثة للتشات ويندو. وفي المرحلة ديت خلينا نبدأ بشات جديد نيو تشات للمشروع ده، لأن الكلاود أحيانا بيبدأ يخلط الأمور لو فضلنا في نفس المحادثة لفترة طويلة. أول حاجة أنا حابب أستكشفها هي الأداء اليومي، اللي هو الديلي بيرفورمانس، يعني إيه الأيام اللي كانت أكتر انشغالا. حضرت برومت مخصوص لكلاود
زي ما تلاحظ أنا كتبت الطلب بتفصيل علشان أقلل من احتمالية إعادة العمل أو ظهور نتائج غير مظبوطة. لو كتبت نفس الرسالة دوس انتر وبعدين execute chat واستنى شوية لحد ما كلاود يخلص شغله. هخفي نافذة تحليل البيانات الانالايز داتا ويندو، وكمان هضغط على علامة اكس فوق يمين الشاشة لأني مش فارق معايا أشوف اللي بيحصل في الخلفية، وممكن توقف الفيديو مؤقتا لحد ما كلاود يجهز النتيجة. تمام. هضغط على هيت ماب كالندر اللي ظهر كارتيفاكت ونشوف كلاود عمل ايه. الله، نتيجة هايلة، شكلها كأنك بتحجز تذكرة طيران. بتشوف الأيام بألوان مختلفة حسب حجم المبيعات، وكل ما اللون غامق أكتر كل ما الإيرادات كانت أعلى. كمان في أيقونات على اليمين والشمال تقدر تستخدمها للتنقل ما بين الشهور، ده أسهل بكتير من قراية أرقام خام رو نمبرز. تمام، خلينا نجرب خطوة جديدة اسمها Predictive Modeling أو النمذجة التنبؤية. وبما إننا عندنا بيانات تاريخية هيستوريكال داتا كتير لستار جيزرز كافيه، خلينا نشوف هل ممكن نستنتج منها توقعات المستقبل ولا لأ. هنكمل بنفس الشات وهنكتب الأمر ده. أنا هنا حددت إننا عايزين ارتيفاكت جديد لأن كلاود أحيانا بيخلط ما بين الطلبات ويضيفها على حاجات قبل كده بدل ما يبدأ من الصفر. الخطوة دي برضو ممكن تاخد وقت فخليك صبور. حصلت مشكلة بسيطة في كلاود فهبدأ العملية تاني. هخفي نافذة تحليل البيانات ونستنى شوية لحد ما كلاود يخلص. زي ما قلت قبل كده لو ضغطت على اكس مش هتوقف العملية، الكلاود لسه بيشتغل في الخلفية. وبعد ما يخلص هفتح نافذة الارتيفاكتس. واضح برضو ان حصل خطأ ايرور، ودي حاجة بتحصل احيانا. الحلو ان كلاود شاطر جدا في تشخيص واصلاح اخطائه، فهنضغط على تراي فيكسن وذ كلاود ونشوف. وخلي بالك ممكن نضطر نكرر الخطوة ديت مرة او اتنين عشان نوصل للنتيجة. تمام، شوف كده كلاود انشأ فعلا نموذج تنبؤي للمبيعات المستقبلية باستخدام بيانات المبيعات السابقة، وده بالظبط اللي احنا طلبناه. المميز هنا اننا عندنا اكتر من نموذج تقدر تختار منهم، زي هايبريد موديل وباترن بيز موديل وموفين افريج. وكمان نقدر نختار مدة التوقع من شهر ل3 شهور. أنا اخترت هنا 3 شهور، وكلاود عدل الرسوم تلقائي حسب المدة، ودي فعلا ميزة قوية جدا. ونسيت أقول لك كلاود بيحتفظ بنسخ منفصلة لكل ارتيفاكت، يعني تقدر ترجع للهيت ماب كالندر وده بسهولة، وده من غير ما تكون ضاعت. كمان في فيرجن هيستوري تاريخ الإصدارات، وده معناه إن لو حصل حاجة غلط نقدر نرجع لإصدار سابق بكل سهولة. أنا فعلا راضي جدا على كل اللي طلعناه لحد دلوقتي. ولما يكون عندك وقت يعني جرب تطلب من كلاود ان هو يعمل انسايت جديده، مثلا توزيع مبيعات حسب الجغرافيا وهكذا. جرب بنفسك، وطبعا لو عندك اي استفسار سيبهولي في التعليقات. مبروك يا بطل، لو كنت بتابع معايا خطوه بخطوه المفروض دلوقتي يكون عندك كاستمر انسايتس داشبورد كامله شغاله على ستار جيزر كافيه. وكمان المفروض يكون عندك رؤيه تفاعليه اضافيه يعني انتر اكتيف انسايتس بتقدم مستويات فيها تفاصيل اكتر من التحليل، زي أرقام المبيعات اليومية الديلي سيلز، وكمان توقعات المبيعات المستقبلية الفوركاست بروجيكشنز. لكن خلينا نوقف لحظة ونفكر في الصورة الأكبر. إحنا غرقانين دلوقتي في الفيجواليزيشنز أو التصورات البيانية، بس هل ده كفاية؟ يعني إيه القصص اللي ممكن نحكيها عن الاستريجرز كافيه، وإزاي القصص أو الستوريز ديت ممكن تساعدنا ناخد قرارات مستقبلية؟ فخلينا نشوف الكلاود ممكن يقدم لنا إيه في النقطة دي. أول حاجة هرجع للشات اللي فيه الداشبورد، هادخل على المشروع من فوق على الشمال وارجع للشات اللي كان فيه الداشبورد نفسه. اتاكد بس ان الداشبورد موجود تمام، هو ده. دلوقتي هطلب من كلاود الامر ده. انا هنا طلبت static document يعني مستند ثابت مش تفاعلي، وساب ان انا عايز ملف ان انا اقدر اشاركه بسهوله مع ناس تانيين، يعني مش حاجه تفاعليه زي الارتيفاكتس. هنبدا العمليه ونشوف كلاود هيطلع بايه. هخفي نافذه تحليل بيانات الانالايز داتا بان. اوقات كلاود بيحتاج دفعه بسيطه فهنضغط على continue وهتلاقيه بيكمل تجهيز المستند. وكالعاده تقريبا المستند خلص. من النظره الاولى فعلا ممتاز. وبعد تقريبا 3 سنين او 4 سنين في الشغل كمحلل بيانات اقدر اقول لك ان اعداد مستند تحليلي زي ده ممكن ياخد منك ايام. فخد وقتك واقرا المستند ده كويس لو ناوي تعرض النتائج ديت على الستيك هولدرز، لان لازم تكون واثق في الداتا اللي معاك وفاهم الستوري اللي بتحكيها الداتا دي. يعني ما تعتمدش على الانطباع السطحي، افهم بالظبط المستند ده بيقول لك ايه. وقبل ما نختم الفيديو ده او الكورس بالكامل فاضل طلب اخير لكلاود. محتاجين ان احنا نعمل اكزيكتيف سامري او ملخص تنفيذي. المستند اللي عمله كلاود عنوانه طويل جدا، بس المحتوى ممتاز، بس برضه طويل جدا. فحابب اطلب ملخص من صفحتين مخصوص لاصحاب القرار الستيك هولدرز واللي اكيد وقتهم محدود. فهبدا اكتب الامر ده
I really like the Treasures Coffee Strategic Business Insight document. فهنكتب لكلاود الأمر ده ونبدأ التنفيذ ونشوف هيعمل إيه. كويس جدا بصراحة ماجيك. الكلاود جاهز ملخص واضح ومنظم وفيه أهم النقاط الأساسية. وبكرر خد وقتك وافهم الأسئلة الأساسية كويس جدا. وكمحلل بيانات أقدر أقول لك أصحاب القرار هيسألوك أسئلة يمكن مش هتبقى سهلة، فلازم تكون جاهز. في الجزء اللي جاي هنشوف إزاي ممكن نشارك الشغل بتاعنا ده مع أي زميل لينا في الشغل أو أي طرف تاني عموما يعني. إحنا دلوقتي عندنا حاجة حقيقية نقدر نعرضها. خلينا نفكر شوية قد إيه كان ممكن ناخد وقت لو كنا حاولنا نبني كل ده من الصفر. طبعا خلينا كلاود يتولى الجزء الأصعب الهيفي ليفتنج. قدرنا نوفر وقتنا علشان نركز على اللي فعلا بيهم، اللي هو التحليل والحكي بالبيانات اللي هو الستوري تيلينج. ولو حابب تشارك أي من الارتيفاكتس اللي أنشأتها خلال الكورس مع ستيك هولدر أصحاب المصلحة علشان تاخد رأيهم، ببساطة بتضغط على ببلش اللي فوق على يمين الشاشة. هيظهر لك رابط فريد أو يونيك URL تقدر تبعته لأي حد على أي منصة تواصل. خلينا نجرب ده مع الاكزيكتيف سامري اللي عملناه من شوية. هنضغط على ببلش انكابلينج. هنفتح متصفح جديد وده الشكل اللي هيظهر عليه المستند لما نيجي نشاركه مع حد. ممتاز. يمكن بتسأل نفسك ليه ما شاركناش الداشبورد نفسها بنفس الطريقة؟ من خلال خبرتي مع كلاود وكمان أدوات AI تانية، النتائج التفاعلية زي الداشبورد ممكن تظهر بشكل غير متصل. وفعلا خليني أوريك. هرجع لكلاود وأفتح الداشبورد اللي عملناه قبل كده. هضغط على ببلش. أول حاجة هتلاحظها حتى لو محدد all time كل البيانات مش هتشوف أي أرقام. وده خطأ شائع جدا في أدوات الذكاء الاصطناعي مش بس كلاود. ممكن نطلب من كلاود يحاول يصلح المشكلة، لكن ده غالبا بياخد وقت طويل ومش مضمون. خليك فاكر كلاود زي أي أداة AI هي نقطة بداية مش المنتج النهائي، خصوصا لما نتكلم عن الداشبوردز. لو عندك خلفية تكنيكال وعايز تتطور أكتر تقدر تصدر الكود من اكسبورت ذا كود وتكمل تطوير في أدوات تانية. وأخيرا تنبيه مهم، خليك دايما حذر لما تشارك أي محتوى فيه معلومات حساسة. شكرا جدا إنك خصصت وقت إنك تشوف الكورس ده. وخلينا راجع معاك بسرعة على اللي أنت اتعلمته. أول حاجة استخدمت الذكاء الاصطناعي التوليدي Generative AI وتحديدا كلاود علشان تحول بيانات معاملات خام رو ترانزاكشن داتا لكاستمر انسايت داشبورد شغالة بالكامل من غير ما تكتب سطر كود واحد. تاني حاجة إنك عرفت أفضل ممارسات كتابة التعليمات أو الأوامر لبرومتين وإزاي تخلي الكلاود يطلع تصورات مظبوطة ومناسبة لاهتماماتك. تالت حاجة اشتغلت على مثال حقيقي real world example وتعلمت إزاي تحلل سلوك العملاء لكافيه وهمي. وأخيرا شفت بنفسك إزاي ال AI يقدر يكتشف أنماط واتجاهات في البيانات كانت ممكن تاخد أيام علشان تطلعها بشكل يدوي. طبعا كل ده بيساعدك تاخد قرارات أذكى وأكتر وعي. طبعا ما تنساش تشاركني رأيك في الكورس، ولو عندك أي سؤال يا ريت تسيبهولي في التعليقات. ويا ريت يكون في تفاعل مع الكورس ده. أشوفكم في كورس تاني قوي إن شاء الله. سلام.